تخيل معايا يا صديقي اللي اكيد العنوان استفزك، وده السبب ان انت تدخل تشوف انا بقول ايه. تخيل معايا مجرد تخيل بس ان نهائي كاس العالم بيتلعب على استاد القاهره الدولي في قاهره المعز. يا عم احنا قدمنا قبل كده سنة 2010 وحصلنا على 0 من الأصوات. عارف ان نظرتنا دايما هتكون تشاؤمية، وعارف ان اكيد احنا شايفين ان الموضوع ده بعيد جدا جدا علينا، لان مفيش اي خطوات بناخدها ناحية الموضوع ده. ولكن ماذا لو فعلا عملنا المشروع ده وبدأنا ان احنا نشتغل عليه؟ فبدأت بطبيعتي ان انا ادرس كاس العالم من سنة 2010 والاستضافات اللي هم حصلت والناس صرفت قد ايه والعوائد اللي بتيجي من كاس العالم قد ايه، وهل فعلا استضافة كاس العالم حلم يستحق ان احنا نحلمه، وهل هو هيعود علينا بالنفع، هل هيفرق او هيأثر في الاقتصاد بتاعنا، وهل فعلا احنا جاهزين ان احنا نعمل حاجة زي كده في يوم من الايام؟ اسئلة كتير فكرت فيها، وغالبا هتلاقي الفيديو ده بيرد عليها بكل التفاصيل. فيلا بينا نبدأ. بسم الله. احنا مصريين وعاشقين الكوره، وتقريبا معظم الشعب بيتنفس كوره. بنستنى اللحظه اللي نشوف منتخبنا فيها بيلعب وبيعمل اداء حلو وبيكسب وبيجيب جون يفرح ملايين الملايين. نظره لاستاد برج العرب، نظره لاستاد القاهره لما كان الجمهور كله فجاه بيقول كاس العالم كاس العالم. فاول لصالح المنتخب الجزائري، في فاول لصالح المنتخب الجزائري. قد ايه احنا فعلا مجانين وبنتنفس كوره. اكتر من حاجه تقول ان احنا قد ايه احنا فعلا مجانين كوره، قد ايه احنا فعلا بنحب الكوره. تخيل بلدك بتستضيف نجوم العالم. كيليان امبابي كيليان امبابي. التخيل ده والله فعلا جسمي اشعر. التخيل ده خلاني اقعد افكر احنا ممكن ازاي نستضيف كاس العالم. لازم الاول نبص الناس اللي حوالينا عملت ايه، الناس اللي حوالينا خسرت ازاي، الناس اللي حوالينا غلطت في ايه، علشان ما نعملش زيهم او علشان ما نكونش جاهزين زيهم. لان من الدراسه اللي انا شفتها لقيت ان معظم مشاكل كاس العالم احنا نقدر ان احنا نحلها، بس المشاكل اللي بتيجي بعد كاس العالم ما نقدرش ان احنا نحلها، ولازم نكون جاهزين لها كويس قوي. فتعالى ناخد لفه سريعه كده من اول 2010 لحد 2022، والدول ازاي خططت ان هي تستضيف كاس العالم، وازاي استضافت كاس العالم، وايه العوائد اللي حصلت ما بعد كاس العالم. ومنها نخرج بنقط واضحه جدا محتاجين ان احنا نعملها، او ممكن نقول كده الخلطه السريه لاستضافه كاس العالم. خاف اوعى بص لي وترعب. انا مش طبيعي، والله ما طبيعي، والله ما طبيعي. ابنورمال 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 والله. اول حاجه لازم تعرفها كويس قوي ان ارقام استضافه كاس العالم بجد ضخمه. يعني مثلا بلد زي جنوب افريقيا، وهي اول دوله افريقيه تستضيف كاس العالم، صرفت من 3.6 مليار دولار لحد 6 مليار دولار. تجربة روسيا صرفت حوالي 13 مليار دولار، ودي تعتبر من أسوأ التجارب اللي أنا ممكن أكون شفتها في كأس العالم أو درستها حتى عن كأس العالم، حتى لو الريسيرشز بتقول عكس كده، ولكن أنا بشوفها من أسوأ تجارب كأس العالم اللي ممكن أي واحد يكون مر بيها أو جربها. أنا ما جربتهاش لأن أنا ما كانش معايا فلوس إن أنا أروحها، بس يعني ربنا يرزقني ويرزقك. انت شحات شحات، ولازم تعيش على انك شحات. وطبعا النموذج العالمي، وطبعا النموذج اللي نجح نجاح ساحق، وهي دولة قطر، صرفت حوالي 220 مليار دولار، كسرت كل الارقام، او كما يقال او كما يشاع، بس رقم كان ضخم ان هم يبداوا ان هم يستضيفوا كاس العالم. ومن اكتر ان ما كانتش افضل دوله استفادت استفاده 100% من كاس العالم، من صوره بقى ذهنيه ومن براندنج ومن حاجات كتير قوي هنتكلم فيها عن تجربه. سنه 2010 تجربه جنوب افريقيا والوكا وكا ايه وشاكيرا والافتتاحات اللي كانت بتحصل، والجون العالمي اللي دخلوه جنوب افريقيا في اول ماتش. فخلينا الاول نبص. طيب بناء على الخطه اللي كانت جنوب افريقيا حطاها لاستضافه كاس العالم سنه 2010، كانوا عاملين في حسابهم ان هم ممكن يستضيفوا 450 الف سائح. اللي حصل يا صديقي ان هم استضافوا 305 الف سائح، يعني رقم طبعا غير المتوقع، ورقم ادى ان هم الارقام اللي كانوا حاطينها طبعا اختلفت بشكل كلي. طيب ليه كورقه وقلم استضافه جنوب افريقيا لكاس العالم فشلت، او ليه ما حققتش النجاح اللي هم كانوا عايزينه؟ اول حاجه اسعار التذاكر الطيران كانت
غاليه يعني لاقصى درجه تتخيلها. تاني حاجه ان الناس كانت خايفه من الهوسبيتاليتي او من الاستضافات اللي موجوده او من الفنادق والاسعار اللي كانت هتبقى غاليه في الوقت ده، لان اصلا جنوب افريقيا كسياحه بشكل عام غاليه. التاثير الاقتصادي من استضافه كاس العالم في تجربه جنوب افريقيا كان حوالي ان زياده بس في الناتج المحلي ل 0.1. يعني جنوب افريقيا لو كانت مدخولاتها كلها بشكل مباشر بتدخل على مدار السنه كانت 400 مليار دولار، فهم جابوا 400 مليون دولار زياده. رقم تافه جدا يعني مقارنه باللي كانوا هم مخططين له، ومقارنه بان هي اصلا جنوب افريقيا دوله سياحيه والناس بتروحها وعليها زوارها في خلال السنين بتاعتها. او طبعا البلد استفادت شويه بالمشاريع اللي عملتها من بنيه تحتيه، من طرق، من مطارات، من فنادق. طبعا البلد قدرت ان هي تستفيد من ده، وطبعا زي اي دوله استضافت كاس العالم عملت استادات كتيره جدا وما حققتش منها اي نتائج، وبالعكس بقى عليها مديونيات بتاعه الصيانه ومديونيات بتاعه استضافه او ان هم يستخدموا الملاعب. جنوب افريقيا ممكن تكون ما استفادتش من الفلوس بشكل كبير، بس هي استفادت لحاجه هم ما عاشوهاش من ايام نيلسون مانديلا، وهي الوحده الوطنيه، وان الشعب كله كان متكاتف وحسوا بشعور وطني عالي جدا ان هم يقدروا يتكاتفوا، ان هم يقدروا ان هم يكونوا حاجه واحده علشان يستضيفوا السياح اكتر واكتر. نروح بقى للبرازيل والكره والسامبا، واكيد الناس كلها كانت حاطه اكسبكتيشنز او كانت حاطه توقعات ان ده هيكون من احلى كاسات العالم اللي ممكن الناس تشوفه، ولكن خلينا نشوف ازاي الحلم ده اتحول لكابوس بالنسبه للبرازيل. الناس طلعت في الشوارع وقالت احنا عايزين مدارس ومستشفيات زي ما موجود في الاستادات او زي ما صرفتوا للفيفا، لان البرازيل صرفت في الوقت ده حوالي 12 مليار دولار، لدرجه ان هيئه الرقابه هناك قالتها بصريح العباره. انا عايزك تتخيل ان الفلوس اللي هم صرفوها في شهر كوره كانت تكفي لمحاربه الفقر لمده سنتين كاملين. الحقيقه ان البرازيل ما تشفع لهاش ان السياحه زادت بنسبه كبيره في خلال الشهر بتاع كاس العالم، في تطور حصل في الاقتصاد ولكن مش طفره، يعني مش حاجه اللي هي ضخمه حصلت في الاقتصاد فادت ان احنا نقول تجربه كاس العالم بالنسبه للبرازيل استفادوا منها. ما بعد كاس العالم، ما بعد كاس العالم كان كابوس بمعنى الكلمه. انا عايز اقول لك ان حصل ركود اقتصادي بعد سنتين بس من استضافه كاس العالم، وكانوا حاطين ان في مليون وظيفه تتفتح، في 700 الف منها هتبقى دائمه بعد كاس العالم. طبعا انا مش محتاج اقول لك ان الارقام دي كلها كانت بلح. يعني ببساطه الشباب راحوا اشتغلوا في التامين وفي السياحه وفي ان هم يقفوا على الاستادات وان هم يكونوا هوستنج في حاجات، والفنادق العدد الوظائف بتاعتها زادت، ولكن كل ده انتهى بمجرد ما انتهى كاس العالم. طيب هتقول لي ان الملاعب اكيد استفادوا منها، في ايفنتس ممكن يعملوها هناك، ممكن يستضيفوا ماتشات تانية، ممكن يستضيفوا انديه تانية، ولكن خليني اقول لك عن استاد زي برازيليا مثلا. الاستاد ده اتكلف 550 مليون دولار، هو دلوقتي يعتبر جراج للنقل العام زي ما بقول لك كده، ولان هم ما كانوش عارفين ازاي يتحملوا تكلفه الصيانه، وما كانوش عارفين ازاي ان هم يستفيدوا من الكاباسيتي او من الكثافه الكبيره في جوه الاستاد، فطبعا ما استفادوش منها خالص غير في شهر الكوره بتاع كاس العالم. ناخد الطياره بتاعتنا ونطلع على روسيا في موسكو ونشوف الاجواء اللي الناس كانت بتعمل لها ترويج كبير جدا ان هو يكون واحد من افضل النسخ لروسيا روسيا عملت كل اللي تقدر عليه علشان تحسن من صورتها قدام العالم. طبعا هي الهدف من كاس العالم كان براندنج بحت، او ان هي تبيع ان هي مكان امن ومكان كويس، وطبعا هم اخذوا بالاسباب كلها. فعلا بداوا ان هم يسيطروا على الجريمه في خلال الفتره اللي قبل كاس العالم، بداوا يبقى في بينهم اتفاقات بينها وبين المافيا في ان هم بلاش نوش في الفتره بتاعت كاس العالم، وعايزه تظهر ان هي قد ايه هي دوله امنه وتقدر ان هي تستضيف ناس في كاس العالم. ولكن كل الناس اللي راحت كاس العالم او اللي شافت كاس العالم شافت ان كان في مشكله كبيره جدا في الترانسبورتيشن، وان انت طبعا مش هتقدر ان انت تتفرج على الماتش لو انت مش مخطط له قبلها بفتره طويله. المسافات كانت طويله جدا على المنتخبات في الفنادق والاستضافات بتاعتها، فنقدر نقول ان هي كانت تجربه كويسه، بس ما كانتش كويسه من ناحيه الكوره خالص من وجهه نظري يعني. اما بالنسبه للارقام فهي استضافت حوالي 13 مليار دولار على جميع الاستادات اللي اتعملت، وصرفت تقريبا 6 مليار دولار على المطارات وعلى البنيه التحتيه بتاعتها، فنقدر نقول بحسبه بسيطه كده ان هي صرفت حوالي 19 مليار دولار. هل هي بقى لقت عائد من الموضوع ده؟ تعال نشوف. يعني مثلا لو هم بيحققوا نمو سنوي ب 2%، فكاس العالم خلاه 2.1 مثلا على مدار السنه اللي بعدها او السنه اللي بعدها. اكتر ناس ممكن تكون استفادت في روسيا هي البلد الناميه او الاماكن الناميه اللي ما فيهاش
حياه كويسه، استفادوا من البنيه التحتيه واستفادوا من الطرق، فهنقدر نقول ان الاستفاده كانت من البنيه التحتيه اكتر، ولكن العائد الاقتصادي بتاع الموضوع ما كانش افضل حاجه. نقفل ملف موسكو وروسيا ونروح على قطر ونشوف تجربه قطر كلفت كام والعائد بتاعها كان قد ايه وايه التجهيزات اللي هم عملوها. لان انا بالنسبه لي من اكتر الحاجات اللي انا كنت فعلا مستمتع وانا بذاكرها او انا بقراها او بسمع عنها او بشوف اللي حصل فيها من رحلتها هي تجربه كاس عالم بتاعه قطر. قطر صرفت 220 مليار دولار، طبعا رقم ضخم مقارنه باللي احنا كنا بنقوله قبل كده. ال 200 ل 220 مليار دولار دول اتصرفوا على مدار 10 سنوات، وهدف قطر الاول والاخير وهو حاجه اسمها البوزيشننج، التمركز. زي كده دبي كانت على طول بتتمركز ان هي ايه، اكبر برج في العالم، ان اطول مش عارف ايه في العالم، ان هو رقم واحد، ان انا ابقى رقم واحد. الرقم ضخم جدا طبعا، بس معظم الفلوس اللي هم صرفوها دي صرفوها على مثلا بناء مدينه جديده زي مدينه لوسيل. معظم الرقم ده دخل في بنيه تحتيه زي قطر سريع وزي المطارات وزي الفنادق وزي الجامعات. حاجه تانية من الحاجات الحلوه جدا في قطر ان انت كان ممكن تشوف ماتشين او 3 حتى في اليوم بتاع كاس العالم، وعلى ما اظن دي حاجه ما حصلتش قبل كده، ان انت تقدر تتفرج على ماتشين او 3 في نفس اليوم لو انت رحت قطر في كاس العالم. زار قطر في فتره كاس العالم مليون سائح اجنبي، لدرجه ان الفنادق في قطر ما كفتش، لا ده بالعكس، الناس راحت تسكن في السعوديه والبحرين في الفتره بتاع كاس العالم، وطيران رايح جاي، وتقدر تتفرج على ماتشين 3 4. قطر نفسها حققت مكاسب سياحيه من 2.5 مليار دولار ل 4 مليار دولار في الفتره بتاعت كاس العالم بس، انما برضه مش ضخم بحجم اللي اتصرف. فخليني اقول لك قطر استفادت ايه فعلا من كاس العالم اكتر من الفلوس، وهي دي الحاجه او الفيجن اللي هم اشتروها وصرفوا عليها التكلفه دي كلها. طبعا لما راجعوا مشاكل الاستضافات اللي فاتت لقوا ان كان في مشكله بتواجه الناس في الاستادات اللي هم بنوها، وان هم مش عارفين يعملوا فيها ايه، تكلفه الصيانه بتاعتهم فتبقى مجرد حاجه خرده موجوده ما يقدروش ان هم يبيعوها. فعملوا استاد المعروف في 974، استاد معمول من الحاويات. معظم الاستادات اللي اتعملت في قطر اتعملت بحسبه ان لما الناس تمشي هنعمل ايه، ودي من الحاجات المهمه جدا ان هم فكروا ازاي الملاعب دي هتكون مناسبه للدوريات المحليه بعد ما يمشوا. طبعا اهم حاجه كانت بالنسبه لقطر سنه 2022 ان هي تعمل شهره او تعمل براندنج مختلف للناس، تبقى ان هي عادي مكان ممكن تروح تزوره كسياحه، او مكان تقدر انت تروح تتعلم فيه، وده اكتر حاجه هم استفادوا منها ما بعد كاس العالم. يمكن حضرتك يا صديقي مثقف لاحظت نمط مهم جدا، ان مفيش ارباح رايحه بشكل مباشر ناحيه الدوله بسبب كاس العالم. طيب ليه؟ رغم ان هو المفروض ان احنا هنزود السياحه، او ان طبيعي بيجي لنا سياح كل سنه، فالمفروض ان العدد بتاع السياحه ده يزيد او الزوار ده يزيد. الموضوع ببساطه شديده جدا وهي حاجه اسمها الديسبيسمنت او الازاحه. الازاحه السياحيه دي ببساطه ان انت كان عندك سياح بيجوا لك كل سنه بيزوروا البلد بتاعتك كل سنه، بس في جزء منهم ما بيحبش الكوره. الفكره ان هم بيبقوا شايلين هم ان الفنادق بتبقى اغلى، التكاسي بتبقى اغلى، المواصلات بتبقى اغلى، البلد بتبقى ازحم، فالاكتيفيتيز اللي هم متعودين يعملوها والانشطه اللي هم معتمدين يعني هم يعملوها ما بيلاقوهاش او بيلاقوها بسعر اغلى. السياحه اللي معموله في كاس العالم هي تقريبا في شهر واحد، فالشهر ده لو هو الشهر اللي هو فيه زي ما بيقولوا كده الترافيك عالي او الناس بتجيلك فيه بشكل عالي، فغالبا ممكن يحصل فيه اختلافات او يبقى غير المتوقع زي ما حصل في جنوب افريقيا كده. اللي بيكسب فعلا من استضافات كاس العالم هم الناس اللي عندهم رؤوس اموال او عندهم فنادق، ناس اللي عندها مشاريع خاصه بيها، الحاجات الخاصه كلها بتكسب. الفيفا ارباحها بتبقى داخله على طول من الاذاعه والبث التلفزيوني. تجربه البرازيل مثلا الفيفا دخلت لها 5 مليار دولار ارباح مباشره كده سنه 2014. وطبعا جزء من التذاكر اللي الجمهور بيروح يدفعها في الاستادات الفيفا بتاخد منها جزء برضه، فالفيفا بتكون مستفاده بشكل كبير جدا من استضافه كاس العالم اكتر من الدوله. يعني علشان الحلم يكون مشروع وننزل على ارض الواقع، سبوبه كاس العالم دي مش سبوبه سهله. سبوبه كاس العالم دي محتاجه تخطيط ومحتاجه فيجن او رؤيه لسنين قدام، ازاي نستفيد من التجربه بتاعت الشهر دي، ازاي نقول للعالم كله ان احنا موجودين واحنا عندنا حاجات مختلفه. طيب بناء على الكلام اللي احنا قلناه ده، احنا مش هنصرف 220 مليار دولار زي قطر، وطبعا مش عايزين نكون في تجربه البرازيل، وطبعا مش عايزين نكون بخطه جنوب افريقيا، واحنا يعني عندنا دايما كمصريين نظره تشاؤميه اللي هو احنا هنعمل خليط من كل ده وفي الاخر هنطلع كلنا خسرانين. ولكن خليني اقول لك ان في حاجات اهم من الفلوس ممكن نكون احنا محتاجينها،
وهتفرق معانا فعلا في كاس العالم. اول حاجه وهي انا وطني جدا، انا بحب بلدي جدا، فالوحده الوطنيه واليوم بتاع مصر لما صعدت كاس العالم وصلاح وهو بيحط البينالتي في استاد برج العرب، الحاجات دي بنحتاج ان احنا نشعر بيها وبنحتاج ان احنا نشعر بالفخر والانتماء الوطني. الحاجه الثانيه وهي تسريع التنميه المحليه، يعني الدولة هتكون عارفة ان في خلال 8 سنين الخطة دي لازم تكون خلصت، فالمشروع اللي ممكن ياخد 12 سنة ممكن ياخد 8 سنين او 7 سنين او 6 سنين، هيكون في تسريع للعملية دي. ثالث حاجة وهي ان انت بتقول للناس، يعني مثلا دولة زي اليابان قالت للناس انا اوبن ان انا هستضيف كاس العالم قبل ما حتى يبقى في اي مؤشر ان هم ممكن يكسبوا كاس العالم او ان هم يكسبوا استضافة كاس العالم. اللي حصل ان هم قالوا للعالم احنا اوبن للبيزنس، احنا اوبن لاي مستثمر، احنا اوبن لاي حاجة فيها تطور. فكل ده خلى ان الاستفاده من كاس العالم او ان انت تقول ان انت جاهز لكاس العالم وتحط خطه واضحه فعلا ان انت ممكن تستضيف كاس العالم، افاده كبيره جدا على جوانب كتيره جدا، عوائدها على رؤيه بعيده حاجه يعني نحلم بيها. طيب يا عم مروان يلي في اوضتك المتواضعه حواليك المكتبه المسربه، انت شايف ان مصر تقدر تستضيف كاس العالم؟ هل عندنا المقومات دي؟ الحقيقه ان تجربه بطوله افريقيا اللي اتعملت عندنا تثبت لك ان احنا نقدر، رغم ان التجهيزات اتعملت كده يعني. استاد زي برج العرب، استاد القاهره، استاد الاهلي لما يتعمل، الزمالك ان شاء الله اكيد هيكون ليه استاد، التطوير بتاع استاد الاسماعيلي، استاد القناه الجديد. احنا عندنا حجم، يعني انت لو دوله مثلا بتعمل 18 استاد احنا مش هنحتاج نعمل 18، ممكن يكفينا ان احنا نعمل 8 استادات او 7 استادات بس، فطبيعي ان التكلفه بتاعتنا هتكون قليله. الاستثمارات اللي البلد عملتها الفتره اللي فاتت كلها كانت قايمه على البنيه التحتيه، فالبنيه التحتيه بتاعتنا بقت مختلفه. مصر كلها بقت دلوقتي ربع ساعه او ثلث ساعه من مكان لمكان، فهل احنا عندنا مقومات ان احنا نعمل كده؟ عندنا مقومات. الفكره احنا ازاي نحلم بعقل، ازاي نحط خطوات نستفيد منها علشان نستضيف كاس العالم. وفي اخر الفيديو انا جاي اقول لك الخلطه السريه علشان تستضيف كاس العالم في يوم من الايام. اول حاجه ودي انا قلتها قبل كده، تطوير الموجود بدل ما نبني جديد، يعني الحاجه اللي احنا مش مستغلينها بافضل شكل نبدا ان احنا نطور منها طالما في الاساس او في الثوابت. نبيع مثلا ريفينيو شير لمده شهر او 2 في الفتره بتاعت كاس العالم لبعض من الفنادق او لبعض من الاستادات، مقابل ده ان هم يستفادوا من الحملات الدعائيه اللي ممكن تجي لهم او من اللوح الاعلانيه اللي ممكن يعملوها. تالت حاجه نعملها وهي ان احنا نبني خطه ارث او ليجاسي بلان. الليجاسي بلان دي تكون بالاستفاده زي ما قطر استفادت كده من تجربه جنوب افريقيا وتجربه البرازيل. انت ازاي تستفيد من كاس العالم ما بعد كاس العالم؟ الاماكن اللي حوالين محيطات الاستادات ممكن احنا نستفيد منها بحفلات او ممكن نستفيد منها بايفنتس تتعمل على مدار سنين بعد كده. رابع حاجه لازم نعملها وهي مهمه جدا 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 جدا، وان احنا ما نكررش نفس تجربه البرازيل، هي الشفافيه والوضوح مع كل الناس. ان يا جماعه المشروع ده هيحتاج 1 2 3 4، هنعمل فيه 1 2 3 4، لا تهلعوا لا تفزعوا. فمحتاج ان انت تعمل اويرنس او وعي للمجتمع قبل كاس العالم او قبل ما تفكر ازاي تستضيف كاس العالم، لان احنا ممكن نستغل ان مشاعر الناس تكون ناحيه الحماس والطموح، وان احنا نحاول ان احنا نساعد ونحاول ان احنا نبتكر ونطلع حاجه جديده ونفتح للناس الفرص ان هم ممكن يعملوا حاجات جديده ويدخلوا بيها السوق، والبلد تكون مستفاده وقت كاس العالم وما بعد كاس العالم. خامس نقطه، وانا بصراحه مش عارف ينفع ان هي تحصل ولا لا، بس احنا نحدد اولويه في الوقت اللي ممكن نستضيف فيه كاس العالم عشان ما يحصلش الازاحه السياحيه زي ما انا قلت لك كده قبل كده في قصه ان جنوب افريقيا كانت 450,000 جابت 309,000 و305,000. عشان ما يحصلش نفس المشكله دي ممكن نحدد اوقات استضافه كاس العالم، بس مش عارف ده ممكن يحصل ولا لا، لان في شروط معينه في الفيفا وفي شروط معينه للمطوشه اللي ممكن تتعمل في كاس العالم. والفكره ان مصر فعلا هي ام الدنيا، يعني هو مناخ، اثار، خروجات، اجمد خروجات تخرجها، فنادق، لو بصيت لها يا معلم تلاقي لا عادي حق مشروع. فالفكره ان لو احنا حددنا الوقت اللي ممكن نجيب فيه الناس، او ليه مش لازم نحدد وقت، ايه الوقت اللي هيجي فيه الناس، نعمل شراكات زي ما احنا قلنا قبل كده، تورز مثلا معينه للناس للاستفاده من لما بتشتري مثلا التيكتس بتاعتك في كاس العالم، تستفيد بحاجه تانية، او يبقى في لويالتي بروجرام او لويالتي سيستم بشكل معين، او نقط ولاء لما مثلا تروح الماتش ده ممكن تستفيد بحاجه تانية او بتور تانية في شرم الشيخ او في الغردقه. ففي اكتر من حاجه تقدر ان انت تعملهم على حسب الموسم او على حسب السيزون، تعمل باكجز، تعمل بارتنر شيب مع كل الناس اللي ممكن، او مع البيرسونا اللي ممكن تجي لك، تعمل دراسه لكل الدول اللي ممكن تستضيفها في كاس العالم عشان تعرف سلوكيات الجمهور بتاعها ايه، فتعرف تتارجت كل حاجه فيها هتكون ايه. فالفكره ان هو حلم مشروع
واللي انا شايفه ان احنا يا رب في يوم من الايام ده نحلم بيه، هيكون ليه اثر كبير جدا على الناشئين وعلى الشباب الصغير. نبدا ان احنا فعلا نجهز له من دلوقتي. زي ما قلت هيبقى فيه تسريع لعمليه التنميه المحليه، وده ممكن فعلا يعني يحقق نجاح كبير جدا، وممكن يكون من احسن كاسات العالم اللي ممكن تتعمل. انا شايف كده احنا نقدر ان احنا نسيطر على ده عادي، ونقدر ان احنا نعمل ده عادي. احنا بشوف احنا جامدين. فحلم مشروع وبصيت لها من نظره اقتصاديه ومن نظره بزنساويه. مش عارف تقول عليا مجنون ولا لا، بس تخيل يحصل ده في يوم من الايام والناس ترجع للفيديو ده. فشكرا ان انت وصلت لحد هنا. فلو الحلقه دي عجبتك ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب للقناه وتبعتها لغيرك لو انت استفدت، وطبعا تقول لي رايك في اللي انا بقوله ده كله. وبس كده، انا مروان سعيد، شكرا ان انت وصلت لحد هنا يا صديقي المثقف. سلام.